السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم رجاء من قناه هواد رجاء. اذا كنت اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد حتى يشوف القناه ان شاء الله. اليوم بنقترح لكم طاكوس من طريقه زوينه جديده وناجح 100%. نتمنى تجربوا هذا العيش. هذا غادي نحط لكم في الطريقه ديالو في رابط في اسفل الفيديو. نتمنى تجربوا ان شاء الله ونجح معكم من المره الاولى. وهنا عندي المكونات اللي نحتاجها في الحشو. عندي هنا فلفل او مطيشه. غادي نحتاجو الفريت خليته في الفران، حاجه ما قليتها في الزيت، انا غنديرو في الفران. كذلك غنحتاجو الزيتون، الخس مقطع، المرتديلا مبشوره. غادي نحتاجو كذلك هنايا عندي حشوه فيها البصله وكفته ديال الدجاج شحرتهم مع التوابل. كتبقى لكم الاختيار في الحشوه اللي بغيتو نتوما تضيفوا للطاكوس. نتمنى تجربوا هذا العيش. هذا كيجي زوين بزاف وناجح ان شاء الله. غادي تجربوه ويعجبكم، ما غاديش تبقاو تشريوه. اذا هنا غادي نمر باش نبدا نعمر داك العيش. طريقه راه ساهله، كيجي زوين بزاف البنات. هذا العيش انا اقترحت عليكم وصافي. نتوما كيبقى لكم الاختيار في الحشوه ديال اللي بغيتو ديروها كفته او دجاج اللي بغيتو. تبقى وجبه سهله وخفيفه وما كيبغيوها الدراري في هذا الجو هذا الصيف. غادي نخليكم رابط ديال تحضير العيش في اسفل الفيديو صندوق الوصف. ان شاء الله تجربوا ويعجبكم. انا بنوريكم لكم الطريقه ديالو. كيجي زوين بزاف هاد الساندويتش هذا. كيجي بنين البنات بزاف. بدو شويه على الطريقه الاخرى اللي كنعرفو. هنا لاصوص ضروري، درت اصوص اندلس ومايونيز. نتوما اللي بغيتو ديروه حسب الرغبه. دابا نوريكم طريقه الطهي ديالو. هنا وضعت المقله، درت فيها شويه الزيت دهنتها ودرت داك العيش الطاكوس ديالنا حتى كتحمر. ديك الساعه كنقلبوها ثاني الجهه الاخرى، كندهنها شويه بالزيت وكنقلبها. طريقه سهله كيجي زوين بزاف وساهل. مثلا نعاود معكم مره ثانيه باش تطول الفيديو بزاف، درتو قصير. وجبه خفيفه وسهله وكتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش عليا بلايك الفيديو اذا عجبكم، اشتركوا في القناه باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله. فضلا وليس امرا. كنشكركم بزاف. اذا جربتوا العيش وعجبكم ديروا لي تعليق قولوا كيف جاكم. كيجي زوين بزاف وناجح احسن من نبقى نشرو من برا. ديما كيتقام غالي. اللهم نحضروا في الدار. صافي غندير نفس الطريقه كما درت الاول. هذيك البنات هذاك الفلفله ومطيشه كتجي زوينه. الفلفله كتشويوها وكديروا مطيشه قطع مربعات وكطيبها. كديروا لها التوابل ملح وفزار والتحميره، طماطم معلبه، شويه الزيت. كطيبوها بحال التكتوكه كتجي بنينه في الطاكوس. غادي نطيبها ثاني باش نوريكم. دهنتهم من تحت ومن الفوق باش تعطينا داك اللون اللي زوين يتحمروا. صافي دابا ملي طيبتهم غادي باش نطول لكم الفيديو كملتهم كاملين وصافي. هذه هو النتيجه ديالو. كتجي زوينه بزاف. نبدلو على الطريقه اللي كنعرفوا. نتمنى ان شاء الله يجربوهم ويعجبوكم هاد العيش وهاد الطريقه هذه ديال الطاكوس. وجدوهم الدراري في هاد الصيف هذا، في هاد الحراره هذه كيعجبوهم بزاف. كيجيو لذاذ بزاف. ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم. وبقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم. شكرا لكم على المشاهده وخليكم على الصور ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.